ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنعمل مع بعض اسرع محشي في التاريخ. ايه اسرع محشي في التاريخ دي؟ هقول لك كل التفاصيل وكل حاجه. دلوقتي هتعرفي ليه انا بقول عليه اسرع محشي. يلا بس بينا نبدأ مع بعض. اول حاجه انا هعمل محشي بتنجان ومحشي كوسه. معايا هنا البتنجان. هتجيب البتنجان كده، هشيل اللي هو الجزء بتاعه الاخضر اللي من ورا. وبعد كده هتبدأي بقى تدعكي أو تدحرجي كده البتنجانة كده على الرخامة. لحد ما تطرى معاكي من كلاتها، يعني كلاتها بقى من أو من يعني من بوزة من قدام ومن الآخر كده تلاقيها كلها طرت معاكي. يبقى هي كده تمام. هتعملي كل كمية البتنجان بتاعتك بالشكل ده. تقطعي الراس بتاعتها الخضرا وتدحرجيها كلاتها لحد ما تطرى معاكي. ده بيسهل معاكي يعني التقوير، وما تخليهاش ايه تتكسر معاكي او حاجه او تبوظ معاكي البتنجانيه، تفضل معاكي سليمه. خلص بقى الكميه بتاعتي بالشكل ده. انا هعمل بتنجان وهعمل كوسه. تمام. ده كان حوالي كيلو بتنجان. ده كيلو بتنجان تمام. والكوسة هي كان نص كيلو، كنت جايبة نص كيلو كوسة. اخدت منه كام واحدة عملتها خضار سوتيه والباقي حشيته. طب ايه حكاية ايه نص كيلو ده؟ وحد بياكل؟ اصل مفيش حد بياكل عندي الكوسة خالص غير جوزي. لا انا ولا اولادي بنحب الكوسة محشي، وكمان جوزي كمان ملوش تقل فيها. بيفضلها باللي هي محشية لحمة مفرومة، وانا هعملها عادي، يعني هعملها محشية رز عادي. فانا ايه فانا عملت له كذا واحده كوسه كان بالبتنجان ده. وطبعا بقى ايه الكوسه برضو هي نفس النظام. هتقوريها وهتاخدي التقوير بتاعها كده في طبق. بصوا شايفين انا بقور بتنجان ازاي؟ بالراحه كده. افضلي اعملي كده فيه. طيب في يعني تلاقي لاحظوا كده البتنجان بتاعي في اغلبيته كده ايه البتنجان ايه طويل كده وكبير. طيب هو ده البتنجان الوحيد اللي أنا لقيته في السوق. ده افضل حاجه انا لقيتها. فهعمل ايه بقى؟ هقطعها بالنص. البتنجانية اللي هي الطويلة هقطعها بالنص نصين، مش هسيبها طويلة زي ما هي. تمام تمام. هعمل ايه بقى؟ بصوا هوريكوا واحدة اهيت. استنى. طيب لو في واحدة اتقطعت معاكي واتخرمت معاكي تعملي فيها ايه؟ مش مشكلة، احشيها برضو ما ترميهاش. يعني حتى لو هي هتقولك في أسوأ الظروف هتطلع شوية رز في قلب الصينية، مش مشكلة عادي. كده كده احنا في الصينية نبقى حاطين فيها خضار، وهنحط فيها أرضية اللي نحط فيها اللي هنطلعه من الكوسة. فيبقى طعمها حلو، هتاكليه مع الخلطة بتاعتك، فيبقى طعمها حلو. يعني حرام ترميها يعني وكده. بس انتي حاولي تبطئي ايدك كده، هتظبط معاكي ان شاء الله. مفيش حاجة تبوظ معاكي يعني وكده. واللي تلاقي مثلا بوزها كده ضيق وكده يقطعي حته كده بسيطه كده بالسكينه. عشان تعرفي ايه تقورها تبقى بوزها واسع معاكي شويه، عشان ايه برضو الحشو تساعد معاكي في الحشو. متبقاش بوزها ضيق كده، بتبقى رخمه كده في الحشوه يعني وكده. فاهمين؟ يعني لما تيجي تقعدي تحطي في الرز كده بتبقى بوزها ضيق قوي كده، بتاخد وقت معاكي يعني. شفتوا بقى وخدتوا بالكم انا عملت ايه في البتنجانه الكبيره؟ انا بقطعها نصين وبقور اللي هو النص اللي تحتاني خالص بقوره للاخر. تمام. طيب النص الفوقاني اللي انا ببقى مقوره بقى مش بقوره للاخر. بصوا انا وريتكم، بسيبها الايه تبقى مسدوده من تحت يعني. فاهمه؟ بقور كده واسيب حته في تحت كده، ما اقورهاش عشان تبقى ايه ما تطلعش منها الرز من الناحيه التانية. يا رب اكون قادره اوضح لكم، يعني قادره اشرح لكم يعني وافهمكم يعني وكده الطريقه اللي انا عملتها. بصوا شايفين سايبة من تحت اهوت أهو شايفين بالشكل اللي أنا موريه لكم ده. كده أنا قورت كل الكمية بقى. هاعمل برضه الكوسة عشان آخدهم من الاتنين على بعض، أغسلهم كويس جدًا، جدًا آآ مع بعض. بصوا بقى الكوسة أهيّة، شوفوا بقى أنا هاقورها إزاي. بصوا بقى باجيب أول حاجة كده الكوسة، باشيل بقى ايه يعني الطرف بتاعتها من الجهة دي ومن الجهة دي، وتجيب المقور كده. وهاجيب بصي هانزل جبت طبق هاحط فيه قلب الكوسة، هانزله في الطبق عشان نحطه في أرضية الصينية. وتفضلي بقى ايه كده تعملي ايه بالراحة كده عشان ما تخرمش معاكي الكوسة دي بتبقى حساسة جدا عشان ما تتخرمش منك. تفضلي تقوري فيها كده بالراحة كده، تلفي الكوسة في ايديك كده. بالراحة بالراحة كده على عشان ما تتعملش معاكي لحد ما تطلعي القلب بتاعها كلياته. شايفين بالشكل اللي انا بعمل بده؟ هقور بقى كل الكميه بتاعتي ديت او الكام واحده بتوعي كميتي ده هما كذا واحده بس. هطلع كده لحد ما اقورهم كويس. زي ما قلت لكم برضو ان القلب باخده ايه في طبق خارجي مش برميه. تمام تمام. طبعا بقى لو وصلت معايا لحد هنا بقى ولسه ما حطيتيش لايك للفيديو، اتمنى من حضرتك فضلا وليس امرا تحطي لايك للفيديو وتعملي عندي اشتراك في القناه وخشي خدي فيها جوله. ان شاء الله باذن الله انا واثقه ومتاكده ان هي هتعجبك وهتستفادوا منها ونفيد بعض.
بصوا بقى يا بنات، انا كده عملت زجزاجه كده للكوسه من بره كده بالمقور. وده الصينيه قطعت فيها بصل كده وفلفل، وحطيت فيها قلب الكوسه كده، ودعكتهم برشه فلفل اسمر ورشه ملح بسيطه كده. والكوسه بتاعتي غسلتها كويس جدا، وغسلتها طبعا من جوه بقى وكده، ونقعتها في ميه وملح شويه، وبعد كده بقى سبتها تتصفى خالص. تسيبي الكوسه والبتنجان بتوعك يتصفى خالص. انا الكلام ده كنت بعمله بالليل، يعني قلت احشي بالليل والصبح بقى وقت ما اصحى براحتي خالص ابقى اسويها. أسرع بقى، كنت باقول لكم في أول الفيديو إن ده أسرع أسرع محشي في التاريخ. ليه بقى؟ شُفتوا بقى الخلطة اللي قدامكم ديّة، دي كانت عندي في الفريزر من إمتى، هاقول لِك من إمتى يا أمل. فاكرين المحشي اللي أنا عملته معاكم في رمضان؟ كنت عاملة مشكّل محشي بقى، كنت عاملة كوسة وبتنجان ومحشي كرنب وكده. كان اتفضّل مني شوية دُمّة، خدتهم في كيس التلاجة كده وحطيتهم في الفريزر. بُصّوا بقى طلّعتها فكّت خالص معايا، وبدأت أحشي بيه. بُصّوا ما شاء الله ما جرالهاش حاجة ولا فيها أي مشكلة. في ناس أسمع كان في ناس يقول لِك ما تحطّيش اللي هو يعني لو اتفضّل منِّك رُز ومش عارفة ما تسيبيهوش في التلاجة بيبقى معاكِ ناشف ومش عارفة ومش بيبقى حلو. لا والله العظيم أنا طلّعته وحشيت بيه جميل جدًا، وفي السِوَى بتاعه كان حلو خالص، ما فيش أي مشكلة خالص. والحمد لله سبحان الله الكمية اللي قدّامكم ديّة يا دوبك جات بالضبط على قد كمية الكوسة والبتنجان بتوعي. لو هُم كانوا أكتر من كده ما كانوش هيكفّوا. فوالله سبحان الله الحمد لله ربنا بيحبني إنهم جُم بالضبط. بُصّي يعني أنا ما تعبتش في أي حاجة، يا دوبك أنا قوّرت غسلت حشيت على طول من غير ما أعمل بقى خلطة ولا صلصة بقى ورُز بقى ونسيبه ينشف بقى وخضار بقى ولا أي حاجة. أنا طلّعت الكيس يا دوبك فَك حشيت بيه. وكمان بقى عايزة أقول لكم مفاجأة الشوربة برضه كانت عندي في الفريزر. يعني بُصّوا كانت كل حاجة ربنا ميسّرها. عايزة أقول لكم أنا باحب التفريزات أوي يا بنات. التفريزات حاساها حلوة ومنجزة وبتسهّل عليّا كتير أوي وتسهّل عليكِ بُصّي أنتِ بتتعبي في يوم، بس بعد كده بتسهل عليكِ الوقت والمجهود وكل حاجة. يعني بتحسي بقى إنِّك أنتِ بتنجزي. لو أنتِ مستعجلة أو مثلًا في يوم تعبانة ومرهقة وحابة مثلًا تعملي أكلة برضه حلوة يعني وكده ما تقصّريش، بتعملي الأكلة الحلوة ديّة في أقل وقت برضه يعني وأقل مجهود. لإن أنتِ بتبقى مفرّزة يا دوبك بتطلّعي الحاجة كده على طول، بتخلّصي على طول معاكِ ما بتاخديش وقت. بُصّوا بقى أنا هنا باحشي البتنجان، باحشيها يا دوبك باسيب صوبع كده، باحشيها لحد إلا صوبع يعني، عشان لمّا الرز يستوي وينفش معاكِ ما يطلعش برّه البتنجان تمام. طيب ما اكذبش عليكم برضه وأقول لكم لأ، في كذا في مش عارفة واحدة والّا 2 من الكوسة اتخرّموا منّي وأنا باحشي. ليه بقى؟ لإن أنا ولادي جُم بقى شدّوا في رجليّا كده يعني. وطبعًا اللي عندها أطفال عارفة عمايل الأطفال وكده. أنا ما رميتهمش، أنا سِبتهم وحشيتهم برضه. هُم استوت وبقت جميلة، بس أزيد من هي طلّعت شوية رُز برّه ساعة لمّا استوت يعني. فمش مشكلة نزلوا في الخلطة اللي تحت ديّة مع البصل والفلفل فاتاكلوا برضه. يعني إحنا بناكل بقى أرضية أرض الصينية دي بتبقى طعمها حلو أوي. بُصّوا بقى أنا حشيت أهوّة. هاحشي بقى كل الكمية بتاعتي. عايزة أقول لكم حاجة كمان، عارفين أنا لمّا جيت شِلت اللي هو الرز ده، قُلت أنا هاشيله وأبقى أطلّعه كده أقطّع عليه بطاطساية كده واطبخه يعني زي رز كده. الحمد لله أنا ما عملتش كده نفعني أوي يا بنات. على فكرة باحب أوي الرز اللي يتفضّل كده أطبخه كده بشوية أقطّع عليه بطاطس كده وأحط له شوية مَيّة أو شوية شوربة وكده ويستوي يبقى جميل أوي، أوي، أوي. مين بيحب يعمل كده؟ اكتبوا لي في التعليقات. وشجعوني يا بنات بالله عليكم ودعموني. يعني مش هتخسري حاجة والله لمّا تدعميني وتشجعيني وتعملي لايك كده من إيديك الحلوة وتكتبوا لي كومنتات وتشتركوا عندي في القناة، والله ما هتخسروا حاجة يا بنات. بُصّوا بقى أنا هنا حشيت كل الكمية بتاعتي. أنا كنت باحشي بالليل، وبقيت غطيت الصينية كويس جدًا ودخّلتها التلاجة ودلوقتي ده إحنا تاني يوم. معايا بقى هنا جِبت الشوربة بتاعتي، حطيت عليها معلقتين كده من الصلصة كده تكون صلصة، كانت صلصة معلبة جاهزة. وقلّبتها كده وشُفتها لو محتاجة بهارات والّا حاجة ضبّطت البهار. وهانزل كده بيها على الكوسة والبتنجان. بُصّوا عشان يطلع معاكِ المحشي بتاعِك مضبوط بالذات الكوسة والبتنجان. بتنزّلي الشوربة يا دوبك تغطّي نُص الكوسة والبتنجان، مش بتبقى مغرقاه ولا حاجة، لأ النُص بالضبط. بُصّوا أنا باهزّها برضه عشان تتساوى معايا أهو شايفة نُصّها، مغطية نُص الكوسة، نُص البتنجان، هي النُص بالضبط. يبقى كده معاكِ تمام. هتغلّفيها بقى بواحدة من ورق الزبدة وفوقها ورقة سلوفان وتدخّليها الفرن تستوي معاكِ. وأول ما تستوي معايا هاطلّعها معاكم وأفرّجكم الجمال بقى. بس أمّا تستوي بقى وتتشرّب المَيّة بتاعته هتولّعي عليها بقى الشواية كده تاخد لها وِش. أنا باحب أدّيها وِش كده. جمال يا جمال يا جمال. يا ريتكم كنتم معايا وشامين الريحة وواكلين الطعم والجمال. بالذات خلطة المحشي اللي أنا حاشية بيها ديّة كانت روعة. خلطة الرز والصلصة والخضار روعة، روعة. كنت عاملاها معاكم في رمضان الطريقة بالضبط بالتفصيل. كانت
خلطة جميلة أوي وحلوة بصراحة، بتخلّي طعم المحشي بتاعِك في حتّة تانية خالص والطعم وكل حاجة. بُصّوا بقى خدت وِش عطتها وِش كده وطلع معايا جميلة وحلوة والرز بتاعي مستوي وأكلة أحلى يعني غدوة كده مش بسيطة، بسيطة لإن أنا مش عاملة كمية محشي كتيرة ولا حاجة وجميلة واليوم قضّى وحلوة. وكمان سهلة لو أنتِ مثلًا عايزة تاكلي محشي ومثلًا بتقولي لسه هالِف وأعمل ورق عنب أو ورق كرنب وكده مش عارفة إيه، دي استسهلي كوسة وبتنجان جُمال وحلوين وسهلين. ما تنسوش تشتركوا يا بنات وتعملوا لايك وتدعموني بالله عليكم، وده أنا قليت شوية جنبهم شوية بانيه، باحب أحط أوي في البقسماط وكده باحب أحط فيه سمسم، بيدّي طعم حلو أوي في البانيه، يا بنات جربوها. أشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم، باحبكم في الله.